تضامنيا للهلال الأحمر الجزائري التي تخص المناطق الحدودية والمناطق البعيدة. اليوم في ولاية بشار تم تجهيز قاعتين للهلال في قرية راس طبيبة بلدية بليكلي، وكذلك في بلدية بقاي السيدي، بالإضافة إلى تقديم معونات للعائلات المحتاجة. تزامنا مع فصل الشتاء وكذلك في بداية حملة الشتاء دافئ التي يقوم بها الهلال الأحمر الجزائري لكل سنة، بدينا بتوزيع المساعدات الغذائية، وستكون هناك مرحلة ثانية فيها الأفرشة الأغطية. واتفقنا كذلك مع السلطات المحلية مع السيد والي الولاية مشكور على وضع مخزون استجابة سريعة في ولاية بشار. الهلال الأحمر الجزائري في ولاية بشار كان لنا شرف أن لاحظنا له ديناميكية كبيرة في جمع المساعدات لإخوتنا وأشقائنا في غزة، عملية متواصلة على المستوى الوطني. نتمنى من ساكنة ولاية بشار دعمنا خصوصا بالأدوية اللي راني نركز دائما بلاي الأدوية الأفرشة والأغطية هي المساعدات الاستراتيجية التي يجب دعم الهلال الأحمر الجزائري بها، بما أنها من متطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني الذي نظل على تواصل دائم معه. يعني كل شيء يكون قريب من المواطن في C'est pour ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, qu'il y ait une équipe qui se déplace. لانه كيعودوا عندهم الموايا في مكان العمل مهم جدا. انا كنت طبيبه وعلى بالي كي تعود مربوط قدام مريض وما عندكش الموايا باش تقابل ماهيش سهله. اذا هي لي دو على فوا. وكاين ثاني الهدف تاعنا انه حتى متطوعي الهلال الاحمر الجزائري اللي راهم متكونين في الاسعافات الاوليه انهم يساهموا في الاسوان في قاعات العلاج هذه في الاماكن البعيده والمكان العامله بكثره.